السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين، وان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم البنات جبت لكم وصفة تاع دجاج محمر او مشوي بدون فرن بواحد الطريقة سهلة، ويوجد في يعني في ظرف وجيز، ويجي بنين بزاف. كما جبت لكم كيما ثانيك جبت لكم وصفة كيفاش طيبي الارز بطريقة سريعة، ويجي يعني يجي شباب ويجي بنين. شوفوا البنات الدجاج كيفاش طاب، يعني طاب هايل. الارز كما راكم تشوفوا ايضا، اني نوريكم الارز كيفاش طاب، يعني طريقه سهله وبسيطه. هذه الوصفه ان شاء الله تبعوا معايا البنات الفيديو للاخير، ان شاء الله نفيدكم بزاف، وراح نعطيكم بزاف الاسرار تاع الارز وتاع الدجاج هذا المشوي بدون فرن، يعني راح تشويه بلا فرن عليك. هنا راني نوريكم في الرز البنات كيفاش طاب. بالنسبه للدجاج، انا هنا عندي نص دجاجه قطعتها قطع صغيره، قطعتها على 4 مرصوات كيما راكم تشوفوا. نقيتها مليح مليح، غسلتها بالخل والملح طبعا. ونقيتها مليح وخليتها تنشف، ودوكا راني نقطع فيها بهذه الطريقه. تقطع كيما تحبوا، كل وحده كيفاش تحب تقطعها. انا قطعتها على 4، تقدري تزيدي تقطعيها اكثر. هنايا بصح حنا قطعتها على 4، دجاجة كبيرة بصح طابت لي في ظرف نص ساعة طابت لي. بالنسبة للتوابل، هنا عندي حبة بصل مبشورة، وعندي 3 سنينات ثوم. بالنسبة للتوابل، عندي الكمون، عندي الكركم، عندي راس الحانوت، عندي فلفل اسود وسكنجبير، عندي القرفة، عود قرفة، وعندي الرند. عندي ايضا دوك نزيد التوابل، يعني مازال يخصني توابل. هنا نحط هذو التوابل، نحط البصل والثوم. عندي هنا ربع كاس تاع الزيت، راح نحتاج الزيت. هذه التتبيله اللي راح نخدم بها الدجاج، وصدقوني راح يجي الدجاج تاعكم بنين 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 بالبزاف يا البنات. حنحط كامل التوابل هنايا. راح نزيد ايضا، عندي هنايا ملعقه تاع بابريكا، عندي ملعقه مصبره طماطم مصبره، عندي الهريسه طبعا. الهريسه ما تخافوش، ما راحش يجيكم، انا درت هنا حوالي نص ملعقه صغيره، وما راحش تجيكم حاره، يعني تجي بنينه فقط. وعندي ثانيك ملعقه صغيره تاع الملح. راح نخلط كامل هذه المكونات، وديري ايضا الموطارد، ايضا ديري ملعقه تاع موطارد، انا ما درتش هنايا، ما كانش عندي. خلطي كامل هذه المكونات، ومن بعدها راح نتبل فيهم هذيك الدجاجه. الاحسن ديريها يعني سوايع من قبل، او ما ساعتين ولا، باش تتشرب، ولا ديريها في الليل تبات الصباح ديريها في الفطور، ولا ديريها الوحده هكا، وديريها العشاء هكا باش تتشرب هذيك الدجاج هذاك يتشرب التتبيله مليح مليح. وصدقوني والله يا البنات غير جا بذوق رائع وبنين بالبزاف، وبذوق الفحم. يعني راح نجيب لكم طريقه كيفاش تجي شغل شويتيه على الفحم. صدقوني، ودرتو بالارز تقدروا ديروه وحده، ولا ديروه مع البطاطا مقليه، ولا ديروه مع الخضار، ولا كيما تحبون. هذا حطيته مع الارز، يعني وصفه سهله وبسيطه. انا شغل هذه الوصفه سريعه، يعني كي تكوني سريعه مزروبه ولا يجوك ضياف، ولا ما تكوني برا، ولا وتحبي توجدي وصفه سريعه، ديري هذه الوصفه صدقيني سريعه. يعني تحطي الدجاج تاعك يطيب، وتحطي الرز تاعك يطيب في ظرف نص ساعه، يعني حتى 45 دقيقه يكون عشاك واجد. هنايا راح نجيب المقله، راح ندير فيها الزيت. هنا ديري كميه مليحه تاع الزيت، حوالي ربع كاس هكا تاع الزيت. راح نحط هذاك الدجاج تاعي نستفو كامل في المقله. هذاك الدجاج بعد ما خليته تشرب مليح هذيك التتبيله، راح نستفوه هنا في المقله، ونحطوه على نار قليله. البنات انا هنا راح نحطوه على نار قليله. وطبعا هذيك التتبيله راح نضيفها، راح نديرها من الفوق. هذيك التتبيله اللي بقات لي راح نزيدها، نشعل عليها النار ونخليها ونغلق مليح. انا هنا هذا الغطاء هذا مزير مع المقله تاعي، الاحسن ديريه مقله مزير. بالنسبه للارز، انا استعملت هذا ارز سيلا هذا البسمتي، من اجود انواع الارز هنا في الجزائر. يعني لك حبيتي رز شباب وما يتعبكش، جيبي هذا ارز سيلا. سينو كاين انواع كثيره تاع الارز بسمتي، وكاين تاع الميزان وكامل، وانا موالفه نستعملهم. لكن هذا الارز سيلا من اجود انواع الارز هنا عندنا في الجزائر. هنا درت 2 كيسان، ويعني والعبر صدقوني، يعني العبر اللي نعطيه لكم هذا تقيدوا به راح يخرج لكم سوا. يعني خاصه هذا الفيديو موجه للمبتدئات، يعني الا كنتي اول مره حطي بهذا الارز ديري كيما راني نقول لك.
هنا درت الماء، راح ننقعو في الماء، يعني ما نخليهش يتشمخ بزاف، راح نشلو نغسلو فقط، نخليه حوالي 5 دقايق ومن بعد نشلوه مليح مليح في الماء، يعني هذاك النشا لازم كامل يروح له. من جهة الأخرى نجيب عندي هنا درت 2 كيسان تاع رز، راح ندير 4 كيسان تاع الماء، راح نديرهم يسخنوا على نار، يعني يتغلى هذاك الماء، نخليه على درجة نخليه حتى يوصل حتى درجة الغليان، عندي 4 كيسان مع نفس الكاس ولا نفس العبر، يعني العبر اللي عبرتي به الرز عبري به الماء. درت 2 كيسان تاع روز ودرت 4 كيسان تاع الماء، راح نديرهم في الجهة الأخرى يتغلاو. هنا بعد ما غسلت الروز تاعي مليح ونشفته كامل، درتو في ديك القدرة تاعي، القدرة درت فيها الزيت، درت حوالي كمية مليحة تاع الزيت، حوالي ربع كاس تاع الزيت، ونحرك هكا مليح مليح على النار. يعني هذا الأرز سريع، يعني ديريه في يعني بسرعة، ما راح يشدِّك، ما راح ديري معاه والو، أرز بسيط وسهل، وصدقيني راح يجيك بنين بالبزاف. هنا لازم تحركيه مليح مع هذاك الزيت باش يتدي مليح. عندي هنايا مكعب جامبو، وعندي ملعقة تاع ملح، يعني الجامبو راح يدير لك البنة، ولازم ديري معاه الملح باش ما يجيكش مسوس. هنا الناس اللي ما تحبش دير الجامبو تقدري تستغناي عليه وديري الملح برك فقط. وتقدري الا كان عندك مرقة تاع دجاج ولا مرقة تاع اللحم تضيفيها طيبي به، هذه الأحسن، هذا هو أطيب تاعو باش يجيك بنين. هنا راح هاذوك الماء، هاذوك ال4 كيسان تاع الماء بعد ما يغلاو راح نضيفهم للأرز تاعي، راح ننقّص عليه النار وراح نغطيه ونخليه حوالي 10 دقايق إلى ربع ساعة، يعني هذا الأقصى على حسب الكانون تاعك نتيا. إلا كان عندك الكانون قليل بزاف خليه ربع ساعة، إلا كان عندك شوية زايدة النار خليه هكاك 10 دقايق 12 دقيقة. المهم هذا هو الوقت تاعو، وصدقيني من بعد ديجا الماء تاعو راح ينشف وغلقي عليه. هنا البنات خليت هذا الدجاج راح نخليه مغلوق عليه على نار قليلة نص ساعة، ما نقلبوش. هنا كي تفوت نص ساعة راح نقلبو، راح نصيبو. شوفوا البنات طاب لي، يعني راني نجبد فيه وراه يتفتت. شوفوا هنا تحمر لي كامل من التحت، راح نقلبو في الجهة الأخرى ونخليه يزيد يحمار. أنا هنايا قلبته ونحيت له هذيك الصوص، درتها في جهة واحدة أخرى، زدت لها شوية تاع الماء، خليتها غلات شوية ونحيتها هكا باش يتحمر لي الدجاج، وثانيك باش هذيك الصوص نستحقها. هنا جبت وحدة تاع الفحم، درتها في ورق الألمنيوم، وفرغت عليها شوية بعد ما درتها على النار، فرغت عليها شوية تاع الزيت وغلقت عليها باش يطلق لي ريحة الفحم في هذاك الدجاج ويجيك شغل مشوي. صدقوني البنات جات واحد الأكلة رائعة وبنينة بالبزاف، نتمنى تجربوها. هنا بعد كيما راكم تشوفوا الروز راه طايب، راه حبة على حبة، يعني ما جاش كامل يتلاصق. راني نحط فيه هنايا، راني نقدم فيه. وهذا الدجاج شوفوا البنات كيفاش جا، صدقوني روعة 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 والله يا البنات، غير جا بنين بنين. يعني لا ما كانش عندك الفرن باش تحمري الدجاج، حمريه بهذه الطريقة والله راه يجيك بنين وشباب بالبزاف. هذا هو الوصفة تاع الأرز بالدجاج مشوي تاع اليوم. يعني الأرز طريقة بسيطة تقدري تقدمي هذا الدجاج مع الخضار، مع لي فخيت، مع واش تحبي تقدميه وحده، هذا مع السلطة فقط. المهم أنا حبيت نقدمه لكم، حبيت نوريكم طريقتي كيفاش نطهو الأرز البسمتي، نوعية تاع سيلة. شوفوا البنات كيفاش يجي حبة على حبة، يعني ما يلصقش كامل في بعضه. وعلى فكرة كي يطيب لك هذاك الرز وطفي عليه ما تستعمليش سمسم، يعني خليه وقع عليه وخليه يتشرب كامل هذاك البخار تاعو. كي يتشرب البخار تاعو راح يتضاعف الحجم تاعو، وراح يولي ما يوليش لاصق في بعضه، لانه الا استعملتيه هو سخون يعني يبان لك بلي معجن. لكن كي تخليه شغل يشرب هذاك البخار تاعو ينشف، العكس راح يجيك رائع ويجي الحبة على خلا. هذه هي وصفتي لنهار اليوم، انتظروا من عندي المزيد من الوصفات. هاو الرز البنات كيفاش جا، ما شاء الله جا هايل ونتمنى تجربوه. بصح شهيتكم في الجنة. شكرا لكم حبيباتي الغاليات، البنات المتتبعات الوفيات اللي راهم كامل يتبعوني. إلى اللقاء.